البقى الله يبقيك. انت يا شيخ علي. سلام الطب الله بيك، كيف انت؟ سلام. تبدون يا باقي. واتم. ماجورين. الله يجيكم الشر. الله يسلمكم. عنكم زين عنكم. سلامتكم. طولت عمركم جميع. احنا جايينكم قاصدين الله سبحانه. قاصدينكم وناصدينكم بوجه الله العلي. وجيه ولاة امرنا. وجيه هنا يا حاضرين في العفو والمسامحة عن السجين خالد بن سعيد العذبان قاتل علي بن حسن الكليوة، ومحكمينكم ومرضينكم ومعنا قعودين و20 خروف، وسلامتكم وطولة أعمار. تسلمون. نبغى لنا وجه في حكمنا يا شيخ. أبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار الميامين. نقر نحن آل عذبان وائلة بأننا محكمين ومرضين ورابخين وحاملين وناقلين لحكم آل كليوة وائلة علينا فيما حكموا به من كثير ولا قليل، كبير ولا صغير، وذلك مقابل عفوهم وتنازلهم عن قصاص ابننا خالد بن سعيدان بن عايض العذبان قاتل ابنهم المرحوم علي بن حسن بن محمد آل كليوة، وذلك بحضور وبشفاعة قائد هذا الصلح الشيخ علي بن حاسن بن عبد الله المكرمي شيخ شمل قبيلة المكارمة ومن معه من شيوخ ووجهاء وحضور، ونقدم وجيهنا على الوفاء والالتزام بما حكموا به علينا، والله خير الشاهدين. أهل الوجيه هنا العذبان علي بن عايض العذبان، 2 هادي بن عايض العذبان الكفلاء والرادمة عليهم، صالح بن محمد بن غولان، حسين بن فرحان آل سفران. الشهود من المشاركين في الصلح الشيخ محمد بن سالم بن كرعن، 2 الشيخ حسين بن سالم بن محمد آل سلامة، 3 الشيخ صالح بن مانع بن عليوي آل العرقة، 4 الشيخ عليوي بن مانع بن عليوي آل العرقة، 5 محمد بن حسين بن محمد بن طاهر، وتصديق شيخ شمل قبيلة المكارمة الشيخ علي بن حاسن بن عبد الله المكرمي. وانت مالك؟ توكل. حي الالهم. حياكم الله. نطلب من العرب كلهم الهدوء لين نكمل كلامنا وسلامتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الموافق 1/5/1445 حضر الشيخ علي بن حاسن المكرمي شيخ شمل قبائل المكان ومن معه بحضوره من مشايخ وأعيان وجهاء أهل منطقة نجران، ومن معهم من القبائل من داخل المملكة وخارجها، في منصب آل كليوة طالبين عفوهم وتنازلهم عن خالد بن عذبان قاتل المرحوم علي بن حسن بن كليوة. وبناء عليه أجمع آل كليوة على الآتي: أولا، أعفينا الجاني خالد بن عذبان بالقصاص لوجه الله، ثم نجيه ولاة الأمر خالد بن الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو أمير منطقة نجران الأمير الجوي بن عبد العزيز بن سعد، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول، ثم لوجه الشيخ علي بن حاسن المكرمي ومن حضر بحضوره من مشايخ وأعيان القبائل من وائلة ويام ودهم وعبيدة وبن حارث ومن معهم القبائل. ثانيا، أما بالنسبة للحكم فردينا بقول الشيخ علي بن حاسن المكرمي، وهذا والصلاة والسلام على نبينا محمد بعد. سلامة. عليكم السلام. بسم
يحييكم ويحيي علمكم ويبارك فيكم ويقويكم. حكمنا يا طوال العمر في القضية دي مثل ما قد سبق الاتفاق عليه تحت أنظار سمو أمير المنطقة حفظ